بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة من الطلاب بيبقوا فرحانين جدا إنهم كبروا خلاص وهيدخلوا سنة 5 وبيستعدوا للمدرسة، وبتقابلهم المدرسة بتاعتهم وبتبقى فرحانة بيهم جدا. وبنروح بقى الفصل بتاعهم وبنشوف في الفصل سحلية وسحلفة موجودين في صندوق إزاز وبيقعدوا يتكلموا مع بعض على الطلاب وبيتريقوا عليهم. وفجأة بتيجي المدرسة بتاعتهم وبترحب بيهم وبتقول لهم أحب أعرفكم بحيوانات الفصل وهم ليوناردو وسكويرتل. فالطلاب بيقولوا لها إنهم مستحيل يلمسوهم لأنهم بياكلوا وبيعملوا بيبي وبيناموا في نفس المكان. فالمدرسة بتقول لهم إن هم لو بقوا مجتهدين السنة دي هتوديهم رحلة جميلة جدا وهيعجبهم المكان قوي. وطبعا والمدرسة بتتكلم بيبقى ليوناردو وسكويرتل بيتريقوا عليها. وبعد كده بنلاقي المدير عامل اجتماع لأولياء الأمور في المدرسة وبيقول لهم إن ميس سايلنس هتاخد أجازة شوية لحد ما تولد. فبيعترض أولياء الأمور والطلاب بتعرف وبيتفقوا كلهم إنهم لازم يعذبوا المدرسة الجديدة بأي طريقة. وبنرجع تاني الفصل وبنلاقي 2 من أولياء الأمور واقفين قدام صندوق ليوناردو وسكويرتل. فبيقول له ولي الأمر التاني إن ده نوع من أنواع السحالي وبتعيش 75 سنة وبيسيبوها وبيمشوا. فليوناردو بيرجع بالذاكرة بتاعته لورا وبيعرف إنه عايش من سنة 1949. فبيتصدم جدا وبيسأل سكويرتل وبيقول له هو أنا كده عندي كام سنة؟ فسكويرتل ما بيعرفش يحسب هو عنده كام سنة. وبنروح بقى للمس وهي بتشرح للطلاب وبيبقوا كلهم مش مركزين معاها عشان هتمشي خلاص. وبنشوف ليوناردو وهو قاعد في القفص وقاعد يعد على صابع هو كده عنده كام سنة. فبيبقى قاعد متأثر جدا وبيبقى عايز يسأل حيوانات سنة تانية هو عنده كام سنة. وطبعا هم مش بيشوفوا حيوانات سنة تانية دي غير لما يبقى في حريقة. فبيتصرف ليوناردو وبينزل زرار الحريقة بلسانه وبيطلعوا كلهم بره في الجنينة بسرعة. وبيتقابل ليوناردو مع حيوانات سنة تانية. فبيسأل أرنب من حيوانات سنة تانية لو هو عايش من سنة 1949 واحنا دلوقتي في سنة 2023 يبقى كده هو عنده كام سنة؟ فبيقول له الأرنب إنه كده عنده 74 سنة. وبيجي المدرسين ياخدوا الحيوانات لأنه بيكون طلع إن مفيش حريق ولا حاجة. وبنشوف ليوناردو في الفصل وبيبقى زعلان جدا إنه هو فاضله سنة واحدة بس ويموت. وفجأة بتدخل ست عجوزة الفصل وبيبقى شكلها مخيف شوية وبتقول لهم ميس سايلنس إن دي هتبقى المدرسة بتاعتهم الجديدة وإنهم لازم يتعودوا عليها لأنها مش هترجع لهم غير بعد ما تولد وإنهم لازم يتأقلموا على التغيير. لكن الميس الجديدة بتبقى شريرة قوي معاهم وبتقول لهم إنهم لازم يركزوا إن التركيز ده واجب عليهم. وبترجع وبتقول لهم ان بكره اجازه ولازم طفل من اطفال الفصل ياخد معاه حيوان اليف في البيت. فبيقول لها الطلاب النظام ده اتلغى. فبتقول لهم ان لازم طلابها يكونوا قد المسؤوليه وهم هياخدوا حيوان من الحيوانات ولازم يرجعوه سليم بدون اي اصابات. فبيبقى ليوناردو فرحان جدا ان هو هيروح مع طالب من الطلاب البيت علشان بعدها يقدر يهرب ويعيش حياته اللي جايه بحريه. فبيحذره سكويرتل وبيقول له ان العيشه مع الحيوانات البريه مش كويسه خالص وان الحيوانات دي مش عايشه زيهم ولا حتى ليها اسامي زيهم. وفجأة بتتطوع سمر وبتقول ان هي هتاخد السحلية معاها وهي ماشية. فبيفرح جدا ليوناردو ان هو هيروح معاها وممكن يقدر يهرب لما يبقى معاها. وبيحذروا سكويرتل من اللي هو عايز يعمله. وبتاخد البنت معاها ليوناردو البيت وبتحطه في اوضتها لغاية ما تنزل تاكل مع اهلها. فهو بيستغل الفرصة وبيلاقي الشباك مفتوح وبيحاول ان هو يهرب لكن كان بيبقى بطيء جدا. والبنت بترجع اوضتها بعد ما سمعت فيلم مع اهلها واكلت وعملت كل اللي نفسها فيه. وبعد ده كله بترجع تلاقيه لسه ما وصلش حتى للشباك ومش بتبقى شايفاه وبتخاف جدا وبتفضل تدور عليه. لكن هو بيظهر فجأة وبيتكلم. فهي بتتصدم جدا وبتقول له انت بتتكلم وبتنادى على مامتها. فبيمنعها ليو وبينط عليها وبيفضل يتعارك معاها لغاية ما بتقع على السرير. وبيحاول ليو ان هو يفهمها انه ما ينفعش ان هي تقول لحد وما ينفعش حد يعرف ان هو بيتكلم. وبيقول لها ان الناس لو عرفت ان هو بيتكلم هياخدوه يعملوا عليه ابحاث. فبيحاول ليو يقنعها ان هي الوحيدة اللي تقدر تسمعه. وبيقول لها ان هي لطيفة جدا. فبتسأله بتقول له ان هو بيقول لها انها لطيفة جدا عشان يسكتها ولا علشان هي لطيفة فعلا. فبتبدأ تتكلم كتير جدا وبيقول لها ليو ان هي رغاية. وبيقول لها ان هي لازم تدي لاصحابها فرصة ان هم يتكلموا معاها وهم هيحبوها. وبيفكرها تاني ان هي ما ينفعش تقول لحد ابدا انها عرفت ان هو بيتكلم. وبتقول له انها كده بقت صاحبته السرية وبيطلب منها انها تقول له يا ليو. وبنرجع تاني يوم المدرسة وبتبدأ الميس بتاعتهم الشريرة توزع عليهم كتب ضخمة قوي. بتقول لهم انها مش هتشرح على الكمبيوتر ده تاني
وبتقول لهم مين اللي هياخد معاه حيوان في الأجازة، فبترد سمر وبتقول لها أنا اللي هاخد ليو تاني. فبتقول لها الميس تاني إيه اللي عاجبك في السحلية دي؟ وبيقول إيلاي إن هو اللي هياخد معاه السحلية وبياخد معاه ليو البيت. وبيبقى البيت بتاع إيلاي ممل جدا، وبيبقى فيه صاحب من أصحاب إيلاي في المدرسة جاي يلعب معاه، لكن هو بيمل جدا من القعدة وبيمشي. وبنروح بقى لليو وهو بيحاول يهرب من بيت إيلاي، وهو ماشي على الأرض بتخبط فيه المكنسة الكهربائية وديله بيدخل فيها ومش بيقدر يتخلص منها، لكن بيجي الكلب بتاع إيلاي وبينقذ ليو من المكنسة وبيشكره ليو، وبيكتشف ليو إن ديله اتقطع في المكنسة، لكن مش بيخاف لأنه بيبقى عارف إن ديله هيطلع تاني. وبيجي إيلاي وبيسمع ليو وهو بيتكلم وبيبقى مصدوم جدا من اللي هو شايفه، وبيطلع ليو مع إيلاي عشان ينام، وبيقول له ليو إن هو الوحيد اللي يقدر يسمعه وهو بيتكلم، وبيطلب منه إنه ممنوع يقول لحد، وبيعترف له إيلاي إنه نفسه يعيش بحرية أكتر من كده، لكن الدرون منعه ومبوظ كل صداقاته. فبيطلب منه ليو إن هو يكتب رسالة للدرون ويقول له إن نفسه يعيش بسلام وحرية ولازم يشرح له الوضع. وتاني يوم الصبح بيشوف الدرون الرسالة وبيبقى زعلان جدا لدرجة إنه بيرمي نفسه في صندوق الزبالة. فبيقول ليو لإيلاي إن هو عاوز بس يصعب عليه فسيبه لوحده شوية وهو هيهدى. فبيقول إيلاي لليو إن هو محدش هيحبه قد ما الدرون ده حبه. فليو بيقول له إنه لازم يتعامل مع الناس عشان يعرف مين اللي بيحبه ومين اللي مش بيحبه. وبيطلعوا الجنينة وبياكل ليو دودة وبيحولها لفراشة، وبيضحك إيلاي عليه وبيلعبوا مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. وبنرجع تاني يوم للمدرسة وبيرجع إيلاي ليو في الصندوق بتاعه، وبيتريق عليه سكويرتل وبيقول له ديلك راح فين؟ هو انت بتهرب على مراحل ولا ايه؟ وبنروح للمدير وهو قاعد معاه حد من اولياء الامور، وبيبقى مخنوق جدا من المدرسة الجديدة ومن طريقة تعاملها مع الاطفال. وبيقول له الاب ان هو وفر كل حاجة كويسة في المدرسة حتى مفاتيح النور دي عشان بنته تتعلم كويس، ولو هو مصمم ان هو يخلي المدرسة دي في المدرسة لازم يدور بقى على ميزة جديدة يقدمها له. وبنرجع الفصل تاني مع المس وبيبقى فيه امتحان، وبعد ما الامتحان بيخلص بتقول المس ان كله يسيب القلم ما عدا جايدة، وبتقول لهم ان المفروض دلوقتي حد ياخد حيوان معاه البيت. بتقول جايدة انها هتاخده هي المرة دي. وبنروح عند جايدة البيت وبيجي اخوها بيقول لها ايه رأيك في القط الاخضر بتاعي؟ بتقول ان هو عادي جدا. وباباها بيقول لها ايه رأيك في الهدية اللي جبتها لك؟ وبيطلع الهدية دي الدقيقتين الزيادة اللي اخدتهم في الامتحان. وبيبقى عيد ميلاد جايدة بكرة ومفيش حد مهتم ليها ابدا، فبتاخد ليو وبتطلع اوضتها وبتفضل تتكلم مع نفسها وبتبقى زهقانة قوي. وفجأة ليو بيتكلم معاها وبتبقى مصدومة قوي، وكالعادة عارفين هيقول لها ايه، وبيقول لها ان هي الوحيدة اللي تقدر تسمعه لانها مميزة. فبتطلب منه ان هو يعزف على البيانو بلسانه في حفلة عيد ميلادها او مثلا يعمل اي شو قدام اصحابها. فبيقول لها ليو ان هو موجود عشان يديها نصايح هي بس. فبتقول له جايدة ان هي مش محتاجة نصايح لانها جميلة وامراية. فرد عليها ليو وقال لها لا انت تعيسة من جوه، وبيقول لها انها مش مثالية ولا حاجة زي ما هي فاكرة. فبيقول لها ليو ان كل اصحابها اللي حواليها مش بيحبوها عشان مغرورة، ولازم تبص جواكي عشان تشوفي جمال اكتر من اللي انت شايفاه. فبتفرح جايدة وبتقول له ان خلاص الحمل اللي هي شايلاه راح. بنشوف والد جايدة ومامتها بيعملوا بروفا مع الساعات. بنروح بقى لعيد ميلاد جايدة وبتكون عازمة كل اصحابها وبيشكروها جدا انها عزمتهم، وبتقول لهم انها مبسوطة انهم حضروا الحفلة. وبنشوف حيوانات كتير قوي من حيوانات السيرك محبوسة في قفص في العيد ميلاد. وبنشوف حصان صغير وبيقول لليو انت بتبصلي ليه يا اخينا؟ وبيعرف ليو ان الحصان زهقان جدا ان هو محبوس في القفص ده. فبيقول له ليو ان هو حاسس بيه لان العمر بيعدي بيه وهو حاسس ان هو ما عملش حاجه. فبيغمز ليو لجايدة ان هي تحرر الحيوانات. فبيروحوا يقولوا للاطفال كلهم وبيطلعوا كلهم يفتحوا القفص بتاع الحيوانات، والحيوانات كلها بتطلع تجري ويحصل فوضى كبيره في البيت. وبيبقى ليو مبسوط وبيحاول ان هو يهرب هو كمان، لكن بيلاقي الاطفال بتدور عليه فبيرجع لهم تاني وبيبقوا فرحانين قوي وبيتصوروا مع بعض. وبيرجعوا الاطفال تاني المدرسه وبيرجع ليو للقفص تاني وبيقول له سكوارتل رجعت تاني ليه؟ فبيقول له ليو لما ابقى اهرب انت هتعرف. وبنشوف ليو ان هو كل يوم كان بيروح مع طفل من الاطفال وبيرجع مبسوط قوي هو والاطفال. وبنشوف الطلاب وقت الانصراف بتاعهم وبيبقى كل واحد فيهم جايب لليو حاجة هو بيحبها. فبيعرف سكويرتل ان ليو بيتكلم مع الطلاب وبيقول له احنا ما بنتكلمش معاهم ما ينفعش. فبيقول ليو ان هو بينقل لهم خبراته بتاعت ال 74 سنة، وبيقعد ليو يحكي له عن مغامراته مع كل طالب فيهم، وبيقول له قد ايه ان هو اثر في حياة دي جي وبقى عنده ثقة في نفسه. وبيحكي له برضه عن كله وبيقول له ان مشكلته اتحلت وانه وقف يغني قدام المدرسة كلها. وبيحكي له عن ميا وان والدته
والدتها ووالدتها منفصلين وان والدها بيجي ياخدها وبيطلعوا البحر، لكن ميا بتكون مش مبسوطة وبتقول له ميا ان البغبغانات بس هي اللي بتتكلم اما السحالي لا، فبيقول لها انه بيتكلم معاها بس عشان هي شاطرة ومميزة، وبتقول له ان هو بيفكرها بجدها لان هو الوحيد اللي كان بيسمعها وكان اعز اصحابها. فبيقول لها ليو ان هو هيغني لها لغاية ما تنام، وبتروح تنام على السرير وبيفضل يغني لها ويقول لها كلام يشجعها لغاية ميا ما بتنام. وفجأة بتصحى ميا وبتخض ليو وبيقعدوا يضحكوا مع بعض. وبنرجع تاني يوم لليو وصاحبه في المدرسة وهو بيحكي له عن ميا وانه ما قدرش يساعدها، فبيعترض سكويرتل وبيقول له ليو ان اللي متأكد منه ان الاطفال دي هتفتكره لما يموت. وبنرجع تاني يوم للفصل وبيخلص الاسبوع الدراسي وبتقول المس للاطفال مين اللي هياخد حيوان معاه النهارده، فبيقول انطوني ان البورس ده دوره ان هو يروح معاه النهارده، وبيخاف ليو جدا لان انطوني طفل مشاغب، وبياخد انطوني ليو معاه. وبنشوف ان سكويرتل استخبى مع ليو عشان يحميه من انطوني. وبنروح بقى بيت انطوني وبيبقى قاعد يتفرج على التليفون، وفجأة بيحاول سكويرتل انه يتكلم معاه، فبيتخض انطوني جدا وبيحاول سكويرتل انه يتكلم مع انطوني ويدي نصايح زي ليو وبيفهمه انه مختلف وذكي ومش مشاغب، لكن بيفشل انه يحل مشكلته. وبيستنى ليو انطوني لما بيجي ينام وبيروح يتكلم معاه وبيقول له انه بيعيش احسن سنين حياته ولازم يعيش الايام دي سعيد، وان هو طفل كويس وبيقدر ان هو يحل له مشكلته ويخليه مبسوط. وبنروح تاني يوم للمدرسة والمدرسة بتقول لهم انهم اخدوا ليو كتير قوي وفي الدور اللي جاي على سكويرتل، فبيعترض الطلاب وبيقولوا ان ليو احلى، فبيزعل سكويرتل وبتقول لهم المس انهم لو عايزين ياخدوا ليو لازم ينجحوا ويتفوقوا في المسابقة الثقافية. وطبعا سكويرتل بيبقى حزين وبيقول لليو اللي قدرت تعمله قبل ما تموت انك تخلي الاطفال تكرهني. وبنشوف الطلاب بيذاكروا باجتهاد قوي عشان المسابقة، وبنشوف المدير مع الطلاب والمدرسة بتاعتهم وبيشكر المدرسة جدا على مجهودها مع الطلاب لانهم بقوا متفوقين، وطبعا هو ما يعرفش ان سبب التفوق ده هو ليو. وبنروح بقى لليو وسكويرتل وليو بيبقى قاعد يتكلم مع الطلاب كلهم في وقت واحد، فبيقرر سكويرتل انه لازم يصوروا ويفضحوا قدام الطلاب. وبيروح الطلاب لليو وبيعاتبوه وبتدخل عليهم المس وبتعرف ان ليو بيتكلم، واول ما بيمشي الطلاب بتاخد ليو معاها البيت وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له انها كرست حياتها كلها للتدريس وفي الاخر بقت مدرسة احتياطية. فبيتكلم معاها ليو وبيقول لها انها مش لازم تحقق اللي هي عايزاه وانها ممكن تحقق حاجة افضل، وبيقول لها ان هو واثق في قدراتها وان هي والاولاد هياخدوا المركز الاول بكرة وان هي فعلا مميزة. وبنروح تاني يوم المدرسة وبنشوف الطلاب وهم بيستعدوا للمسابقة وبتدخل عليهم المدرسة وبتبقى لطيفة معاهم جدا. وبنشوف ان ليو قاعد في جيب المدرسة وبيبدأ الطلاب يستعرضوا الشخصيات التاريخية اللي بيشرحوها وبيبقوا هايلين جدا وبيكسبوا المسابقة، والمس بتاعتهم بتكسب لقب المدرسة المثالية وبتبقى اول مدرسة احتياطية تكسب اللقب ده. وكله بيبدأ يتكلم مع المدرسة ويشكرها ويمدح فيها، وفجأة بتمشي المدرسة بسرعة وبتاخد ليو في العربية معاها وبتوقف العربية في حديقة ايفرجليدز وبترمي ليو فيها، وليو بيسألها على الولاد فبتضحك عليه وبتقول له ان الولاد خسروا بسببه وبتسيبه في الحديقة وبتمشي. وبنروح الفصل تاني يوم وبنشوف الطلاب زعلانين ان ليو مش موجود، وبتكذب عليهم المدرسة وبتقول لهم ان ليو ساب لكم جواب وبتقول لهم ان هو اللي مشي من نفسه عشان يعيش حياته، وبتكذب عليهم وبتقول لهم ان هو طلب منهم انهم يقولوا ان المدرسة هي اللي ليها الفضل عليهم. وبنروح تاني يوم وبنلاقي الطلاب رايحين رحلة وبيبقوا زعلانين وبيسألوا يا ترى ليو عامل ايه دلوقتي. وبنروح الغابة وبنلاقي ليو مرعوب جدا من الحيوانات. وبنروح المدرسة تاني بقى وبنشوف سكويرتل وهو بيتواصل مع الدرون وبيقول له ان هو عايزه ضروري، وبيجي الدرون بسرعة وبياخد سكويرتل وبيجروا ورا الاتوبيس بتاع الاطفال. وبنشوف الدرون وهو داخل الاتوبيس وسكويرتل بيقول للاطفال ان المس هي اللي اخدته من الحوض بتاعنا وخوفتني عشان ما اتكلمش، فبيتكلم معاهم سكويرتل وبيقول لهم ان ليو هو اللي ساعدهم عشان يوصلهم للي هو فيه ده في اخر ايامه لانه فاضل له شويه صغيرين ويكمل 75 سنه ويموت. فبيتصدم الاطفال وبيضغطوا على المس عشان تعترف، وفعلا بتقول لهم ان هي اللي اخدته لمكان بعيد عشان كانت عاوزاهم يشكروها هي. فبتحس المس بالذنب وبتروح للسواق عشان يوديهم الحديقه بدل الملاهي، لكن بيرفض. فبتعمل المس خطه مع الاطفال عشان يقدروا يروحوا الغابه. وبنروح تاني بقى ليو في الغابه وبيقابل الحصان والحيوانات اللي كان هربها وهو في حفله العيد ميلاد، وبيتكلموا معاه وبيقولوا له ان المكان هنا هيعجبه قوي، لكن ليو بيقول لهم ان الاطفال وحشوه. وبنروح للاطفال وبينزلوا السواق من باص يشتري لهم، وبيطلعوا الباص بسرعه هم والمدرسه، وبيبقى طفل فيهم بيعرف يسوق فبيسوق الطفل ده وبيجروا بسرعه عشان ينقذوا ليو. وبنروح احنا تاني بقى للغابه وبنلاقي ليو بيحكي للحيوانات اللي حصل له، وبتقول له سحليه من نفس نوعه انهم بيعيشوا اكتر من 110 سنه، فبيفرح ليو جدا. لكن فجاه بيطلع عليهم تماسيح والحيوانات بتسيب ليو وبتجري، والتماسيح هتبقى خلاص هتاكل ليو، لكن بتشوف الاطفال والمدرسه وبتخاف وبتطلع تجري. وفجاه بيشوفوا حاجه ميته شبه ليو فبيزعلوا قوي وبيقعدوا يتكلموا معاه، لكن فجاه بيقع ليو عليهم من فوق الشجره وبيبقى لسه عايش، وبيفرح الاولاد
معجب بيه جدا، وبيسألهم ليو ان هم ليه ما راحوش يتفسحوا، وقالوا له انهم كانوا لازم يدوروا عليه ويشوفوه قبل ما يموت. فبيعرفهم ليو ان هو كان غلطان وان هو هيعيش 110 سنة. فبيفرح الاولاد اكتر وبيحضنوه وبيتأسف منه سكويرتل على كل اللي عمله. وبنروح الفصل بقى مع سكويرتل وليو والطلاب، والمدرسة كانت بتشرح لهم رواية مؤثرة قوي. وبنروح بقى للاطفال وهم بيحتفلوا بالتخرج بتاعهم من الابتدائي، وبيبقوا زعلانين انهم هيروحوا اعدادي من غير ليو، وبينصحهم ليو نصايح كتير عشان يعرفوا يتأقلموا. والمدير بيشكر ميس مالكن على مجهوداتها، وبيقول لها ان من السنة الجاية هتبقى مدرسة اساسية وليها الفصل بتاعها. وبتطلب منه ميس مالكن ان ليو وسكويرتل يبقوا معاها في نفس الفصل، وبيوافق المدير، وبيبقى الفصل الجديد بتاع ميس مالكن هو الفصل بتاع اطفال الحضانة. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لنا اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناة، وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تقول لنا عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.